السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله كله بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حاجة جديدة وجميلة وحلوة من بواقي الجلاش. طبعا عندي الجلاش بواقي او جلاش مقطع، هقولك هنعمل فيه ايه. ان شاء الله هنعمل صينية جلاش حلو بالجلاش المقطع. ان شاء الله يعجبكم وجربوه ايه رأيكم فيه ايه. احلى مشاهدين في الدنيا، اجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. هنسمي بسم الله ونبدأ المقادير والطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا متعودين بنبدأ بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا معايا هنا سمنة هي مسيحاها، سمنة بقى صفرة بلدي الموجودة عندك أي سمنة. معايا هنا جلاش اهو مقطع زي ما انتم شايفينه اهو. طبعا ده مش ينفع يتعمل بيه حاجة، هنعمل بيه دلوقتي صينية جلاش حلو تحفة يعني. معايا هنا فانيليا، ومعايا بيكنج باودر. هنحط معلقه بيكنج باودر على السمنه، وهقول لك هنعمل بيها ايه دلوقتي. وهنحط رشه فانيليا. انا حطيت معلقه بيكنج باودر صغيره اهي، نص الباقه. وادي برضو رشه فانيليا صغيره قوي عشان ايه ما يمررش اهو. وهنقلبهم في بعض معايا بالفرشه اهي، هقلبهم مع بعض. ما شاء الله بصوا السمنه زادت ازاي وفارت اهي. ما شاء الله عملت زي ما تكون حاطه عليها خميره اهي. قلبتها ببعض هي والفانيليا. هقصقص بقى بقيه الجلاش ده وارجع لكم. اه طبعا زي ما انتم شايفينه بقصقصه اهو قدامكم اهو. انا قصقصته بقصقصه، هكمله بقى وارجع لكم. انا دهنت الصينيه سمنه اهو زي ما انتم شايفين. هنزل بقى هنا اهو بعد ما قصقصت الجلاش زي ما انتم شايفينه اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. هنزل بقى بالسمنه. بصوا ما شاء الله بقى فايره ازاي يا جماعه. بصوا اهو عندي هنا كده زي ما انتم شايفين اهو اهو. هنزل بقى ببقيه الجلاش اهو. بسم الله ما شاء الله. من اقل من ربع لف الجلاش عملت لي صينيه حلوه اهي. اما قصقصته ولا هنرميه ولا حاجه، مفيش حاجه في الغلا ده تترمي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا هنبططها كده اهي. هنزل بقى بالسمنه كلها اهي بقيتها، بالباكنج باودر بالفانيليا. طبعا الفانيليا تدي ريحه حلوه، الباكنج باودر هيخليها طبعا هشه، وهيزودها لي تبقى زايده تقيل يعني كتير كده زي ما بنعمل العجين يعني والخميره ما شاء الله. انا خلصتها خالص اهي. هولع بقى عليها الفرن وارجع لكم. انا خلصت الجلاش اهو زي ما انتم شايفينه. انا حطيت بس رشه زيت بسيطه كده عشان يبقى مفلفل برده شويه اهو. هدخلها بقى الفرن، مولعه الفرن على درجه حراره 180 فوق الصاجه على طول، الرف اللي فوق الصاجه. وانا عامله هنا شربات اهو زي ما انتم شايفينه، بعمله واشيله. دول كانوا فايضين عندي على قد اللي موجود. طبعا طلعتهم وعملتهم. هدخل بقى الصينيه واوريها لكم اهي يا جماعه. دخلت الفرن زي ما انتم شايفينها، الرف اللي فوق الصاجه على طول عشان ده جلاش مش هياخد وقت. وكنت برضو مسخنه الفرن شويه. اول ما تخلصها خالص يعني تحمر كده من اروح مطلعاها فوق تاخد الوش. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بسم الله. انا حطيتها وهي احمرت من تحت، طلعتها فوق على الشوايه. اول ما تحمر الوش هوريها لكم اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقت صينيه جلاشه اهي ما شاء الله قد ايه تحفه يا جماعه. دي طبعا اخر مقاس في الثلاث صواني اللي هم من تحت بعض. هنحط بقى الشربات اهو. سامعين الطشه بتاعتها؟ بسم الله ما شاء الله. سامعين بالطش ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. تحفه يا جماعه والله، تحفه تحفه تحفه. عملتها جميله جدا اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا هنحركها كده اهي، لازم تتحرك كده شويه اهي ما شاء الله. في بقى ممكن ايه بتتعمل بقى بلبن وبيكنج باودر وسمنه وتترش. لا انا بحبها بقى بصراحه مقرمشه زي قطع الجلاش اللي بناكلها. بس دي طبعا عشان مفتفتها كل ده كان هيترمي. بصوا بقى طبعا لا رمي للغلاء، وطبعا لا نرمي حاجه في الاسعار العاليه دي بسم الله ما شاء الله ولا حد عرف ان ده مكسر ولا مش مكسر.
هقطع بقى خرطة منها دلوقتي واوريها لكم. ايه رأيكم؟ احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. ايه رأيكم بقى في صينية الجلاش الجميلة الحلوة دي؟ تحفة يا جماعة. عايزين تحطوا بقى مكسرات فيها تحطوا في النص برضو تتحط. انتوا شفتوني وانا بحط نصها، نصها بعد كده قمت حاطة سمنة، قمت حاطة النص التاني. ممكن تحطوا برضو مكسرات، بس انا بصراحة بحبها من غير مكسرات. انا عاملاها بقى عشان مزاجي وافطر بيها بمزاجي. ايه رأيكم بقى؟ احلى صينية جلاش حلو عملتها معاكم. تحفة تحفة تحفة، من بواقي الجلاش المقطع اهو. طبعا انا هقطع منها بقى خرطة واوريها لكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. اللي ما اشتركش بقى يشترك، واللي ما دس على الجرس يدوس. وطبعا شكرا على كل اللي دخل في قناتي، وشكرا على كل اللي بيدعم قناتي. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. وشكرا على كل اخواتي وحبايبي واصحابي ومتابعيني ومشتركيني، اللي داخلين جداد واللي عندي من الاول. شكرا لكم حبايبي. هقطع بقى منها خرطة واوريها لكم. هوريها لكم بقى وانا بقطع منها اهو. بسم الله ما شاء الله، عشان تسمعوا الصوت كمان اهو. بصوا سامعين الصوت بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا هي طبعا هتلاقوها مكسره مفتفته اهي. هطلع بس منها خرطه وهوريها لكم. هنطلع بس منها خرطه كده. بسم الله ما شاء الله. هوريها لكم. اهي ما شاء الله، طلعت منها خرطه زي ما انتم شايفينها اهي. ما شاء الله تحفه يا جماعه والله. هطلع واوريكم الصينيه كمان. احلى جلاش واجمل جلاش عملته معاكم. تحفه يا جماعه والله، تحفه تحفه تحفه. في الاكل جميله جميله اهي. تاكليها بمعلقه، تاكليها بشوكه، تاكليها بايديكي، تحفه. ايه رايكم بقى؟ احلى جلاش واجمل جلاش عملته معاكم. تحفه 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 بامانه يعني. يا رب يعجبكم. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى جلاش واجمل جلاش عملناه مع بعض. الجلاش المقطع بطريقه سهله وبسيطه، ما ترميش اي بواقي عندك. كل ده هنتحاسب عليه يا جماعه، وكمان حرام في الغلا اللي احنا فيه ده. طلعت صينيه جلاش فطار بقى غدا عشاء براحتكم، ممكن تفطروا بيها تتعشوا بيها، حلوه ان شاء الله تعجبكم. احنا مشاهدين في الدنيا اجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.